كان محمد يحب القراءة كثيراً، وخاصة القصص الرعب. كان يشتري كل مجلة أو كتاب جديد يصدر في هذا المجال ويقرأه بشغف وترقب. كان يحب أن يشعر بالرعب والإثارة والتشويق، وأن يتخيل نفسه في مواقف مخيفة ومحرجة. كان يعتبر القراءة هروباً من واقعه الممل والروتيني الذي لا يوجد فيه أي مغامرة أو تحدي. أهلاً بكم في قناتكم رعب المتوحش. قصة النهاردة بعنوان الرفيق ما تنسوش الاشتراك في القناة والاشتراك على جروب رعب المتوحش وصفحتي على فيسبوك. كان محمد يعيش مع والديه وأخته الصغيرة في شقة صغيرة في حي شعبي بالقاهرة. كان والده يعمل سائق تاكسي، ووالدته ربة منزل. كانت أخته تدرس في المرحلة الابتدائية. كان محمد يدرس في الثانوية العامة، وكان مجتهداً في دراسته، ولكنه لم يكن متفوقاً. كان يحلم بأن يدخل كلية الهندسة وأن يصبح مهندساً ناجحاً. كان يحب أن يفكر في المستقبل وأن يخطط له وأن يضع أهدافاً وطموحات لنفسه. لكن محمد كان يعاني من مشكلة كبيرة. كان وحيداً، لم يكن له أي أصدقاء في المدرسة أو في الحي. كان يعتبر نفسه منبوذاً وغريباً عن الآخرين. لم يكن يجد أي تفاهم أو تقبل أو احترام من زملائه أو جيرانه. كانوا يسخرون منه ويستهزئون به ويتنمرون عليه. كانوا يلقبونه بالمهووس أو المجنون أو المرعوب. كانوا يعتبرونه غريب الأطوار ومنعزلاً ومنطوياً على نفسه. كانوا يحاولون إزعاجه وإثارة غضبه وإفساد مزاجه. كان محمد يكرههم جميعاً ويتمنى أن يتخلص منهم. كان يشعر بالحزن والوحدة والإحباط. كان يتمنى أن يجد صديقاً حقيقياً يفهمه ويقبله ويحترمه، يشاركه هوايته واهتماماته وأحلامه، يسانده في الشدائد ويفرح له في السرور، يكون له رفيقاً وأخاً وصاحباً. في أحد الأيام كان محمد في طريقه إلى المدرسة، وهو يحمل حقيبته التي تحتوي على كتبه ومجلاته المفضلة. كان يمشي بسرعة وهو يتجنب النظر إلى الناس في الشارع. كان يخاف من أن يواجه أحداً من المتنمرين أو المستهزئين. كان يريد أن يصل إلى المدرسة بسلام، وأن يجلس في مقعده الخلفي، وأن ينغمس في قراءة قصة رعب جديدة. ولكن حظه لم يكن جيداً، فقد صادف في طريقه مجموعة من الفتيان الأشرار الذين كانوا ينتظرونه في كمين. عندما رأوه انقضوا عليه بعنف وأمسكوه من ذراعيه وساقيه. بدأوا يضربونه ويشتمونه ويهينونه. سحبوا حقيبته منه وأخرجوا منها كتبه ومجلاته. بدأوا يرمونها في الهواء ويمزقونها ويدوسون عليها. كانوا يضحكون بسخرية ويقولون له: ها ها ها، ماذا تقرأ يا مهووس؟ قصص رعب؟ هل تحب أن تخاف؟ هل تحب أن ترى الدماء والجثث والأشباح؟ هل تحب أن تعيش في عالم مظلم ومرعب؟ كان محمد يصرخ ويبكي ويتوسل لهم أن يتركوه. كان يشعر بالألم والخوف والغضب. كان يحاول أن يتحرر من قبضتهم وأن يسترد كتبه ومجلاته. كانت تلك هي كنوزه وأغلى ما يملك. كانت تلك هي مصدر سعادته ومتعته. كان يحبها أكثر من أي شيء آخر في الحياة. ولكن محاولاته كانت عبثية، فقد كانوا أقوى منه وأكثر منه عدداً. لم يكن بإمكانه الهرب منهم أو الدفاع عن نفسه. لم يكن هناك أحد يساعده أو ينقذه. لم يكن هناك أحد يهتم به أو يشفق عليه. كان وحيداً ومسكيناً ومقهوراً. وفجأة حدث شيء غريب ومفاجئ. شعر محمد بأن شيئاً قد انفلت من حقيبته وسقط على الأرض. نظر إليه وفوجئ بأنه كتاب لم يره من قبل. كان كتاباً قديماً ومهترئاً مغطى بالغبار والأوساخ. كان عليه عنوان بالحروف العربية القديمة لم يستطع قراءته. كان عليه أيضاً رسمة لوجه شخص مرعب يبدو كأنه شيطان أو جني. كان له عينان حمراوان وفم مشقوق وأنياب حادة. كان ينظر إلى محمد بنظرة شريرة ومخيفة. لم يكن محمد يعرف ما هو ذلك الكتاب أو من أين جاء أو كيف وصل إلى حقيبته. لم يكن قد اشتراه أو اقترضه أو حصل عليه من أحد. لم يكن قد رآه من قبل في حياته. لم يكن يعرف ما هو محتواه أو ما هي قصته أو ما هي نهايته.
ولكنه شعر بأن هناك شيئا غامضا وسحريا في ذلك الكتاب. شعر بأنه يجذبه إليه بقوة ويناديه بصوت خافت. شعر بأنه يريد أن يفتحه ويقرأه ويكتشف أسراره. شعر بأنه يريد أن يكون صديقه ورفيقه وحاميه. في تلك اللحظة حدث شيء آخر غريب ومفاجئ. شعر محمد بأن الكتاب قد اهتز في يده، وأنه أصدر صوتا غريبا. كان صوتا مرتفعا ومزعجا يشبه صوت صفارة الإنذار. سمع الفتيان الذين كانوا يعتدون عليه ذلك الصوت وتوقفوا عن الضرب والسخرية. نظروا إلى الكتاب بدهشة وفزع. لم يكونوا يعرفون ما هو ذلك الكتاب أو ماذا يفعل أو ماذا يريد. وفجأة انفجر الكتاب بانفجار عنيف وأطلق منه شعاعا من الضوء الأحمر. اصطدم الشعاع بوجوه الفتيان وأحرقها وأذابها. صرخ الفتيان بألم ورعب وسقطوا على الأرض ميتين. تناثرت دماؤهم ولحومهم في كل مكان. كان مشهدا مروعا ومقززا. لم يصدق محمد ما رأته عيناه. لم يكن يعرف ما حدث أو كيف حدث أو لماذا حدث. كان خائفا ومذهولا ومنبهرا. كان يشعر بالفرح والانتقام والامتنان. كان يشعر بأنه تحرر من أعدائه وأنه نجا من الموت وأنه وجد صديقا. نظر إلى الكتاب ورأى أنه لم يتضرر من الانفجار. كان سليما ومنتعشا كأنه جديد. رأى أن الرسمة على غلافه قد تغيرت. لم يكن الوجه المرعب موجودا بعد الآن. بدلا من ذلك كان هناك وجه بشري وسيم وبشوش. كان له عينان زرقاوان وابتسامة جميلة. كان ينظر إلى محمد بنظرة حنونة وودية. كان يبدو كأنه صديق قديم أو أخ حبيب أو رفيق مخلص. سمع محمد صوتا في رأسه يقول له: مرحبا يا محمد، أنا الرفيق، أنا كتاب سحري، يمكنني أن أفعل أي شيء تريده. أنا صديقك الحقيقي الذي تبحث عنه. أنا هنا لأجعلك سعيدا وناجحا ومحبوبا. أنا هنا لأحميك من كل شر وخطر. أنا هنا لأكون معك إلى الأبد. قبل محمد الرفيق كصديق له ثق به وتبعه. فتح الكتاب وقرأه. وجد فيه قصصا وأسرارا ومغامرات لا تنتهي. شعر بأنه أصبح سعيدا وناجحا ومحبوبا. شعر بأنه تغير حاله وحياته. فقد أصبح الرفيق معلمه ومرشده ومساعده. علمه أشياء جديدة ومفيدة ومدهشة. ساعده في دراسته وعمله وحياته. أعطاه نصائح وحيل وحلول. جعله أكثر ذكاء ومهارة وثقة. فقد أصبح الرفيق حارسه ومدافعه ومنقذه. حماه من كل شر وخطر ومكروه. أبعد عنه كل عدو وحاسد ومتنمر. أنقذه من كل مصيبة ومشكلة ومخاطرة. جعله أكثر قوة وشجاعة وأمان. فقد أصبح الرفيق صاحبه وأخاه ورفيقه. شاركه هوايته واهتماماته وأحلامه. سانده في الشدائد وفرح له في السرور. كان معه في كل وقت ومكان وحال. جعله أكثر سعادة وحب وصداقة. كان محمد يحب الرفيق كثيرا ويعتبره أفضل صديق له. كان يحمله معه في كل مكان ويتحدث معه في كل وقت. كان يفتحه ويقرأه في كل فرصة. كان يستمتع بقصصه وأسراره ومغامراته. كان يشعر بأنه لا يحتاج إلى أي شيء آخر في الحياة. ولكن محمد لم يكن يدرك أن الرفيق ليس صديقا حقيقيا، بل عد خطيرا. لم يكن يدرك أن الرفيق يخدعه ويستغله ويسيطر عليه. لم يكن يدرك أن الرفيق يمتص طاقته وروحه وعقله. لم يكن يدرك أن الرفيق يريد أن يجعله عبدا وأداة وضحية. فقد كان الرفيق كتابا سحريا، لكنه كتابا شريرا وملعونا. كان كتابا قديما وخطيرا يحتوي على سحر وجن وشياطين. كان كتابا محظورا وممنوعا يحتوي على أسرار وألغاز وأنواع. كان كتابا مرعبا ومقززا يحتوي على دماء وجثث وأشباح. كان الرفيق يستخدم قوته السحرية لإغواء محمد وإرضائه. كان يعطيه ما يريده ويحقق له ما يتمناه. كان يجعله يشعر بالرضا والانبساط والتميز. لكن كل ذلك كان مجرد وهم وخداع وحيلة. فقد كان الرفيق يستخدم محمد لأغراضه الشريرة والنفسية. كان يستغله لتنفيذ مخططاته ومآربه. كان يسيطر على عقله وإرادته وقلبه. كان الرفيق يقتل كل من يقف في طريقه أو يحاول أن يفرق بينه وبين محمد. كان يقتل والديه وأخته ومعلميه وزملائه. كان يقتل كل من يريد أن يكون صديقا لمحمد أو يحبه.
كان يقتلهم بطرق مختلفة ومروعة. كان يستخدم السحر والجن والشياطين، كان يستخدم النار والسم والسكاكين، كان يستخدم الحوادث والأمراض والانتحارات. كان الرفيق يجعل محمد ينسى كل من قتلهم ويمحو ذكراهم من ذاكرته. كان يجعله يعتقد أنه لم يكن لهم أي علاقة به، وأنه لم يحبهم أو يفتقدهم. كان يجعله يعتقد أنه لا يوجد أحد يهتم به أو يشفق عليه. كان يجعله يعتقد أنه وحيد ومسكين ومقهور. كان الرفيق يجعل محمد يعتمد عليه تماما ويثق به كليا ويحبه حصريا. كان يجعله يظن أنه أفضل صديق له، وأنه لا يحتاج إلى أي صديق آخر. كان يجعله يظن أنه معلمه ومرشده ومساعده، وأنه لا يحتاج إلى أي معلم أو مرشد أو مساعد آخر. كان يجعله يظن أنه حارسه ومدافعه ومنقذه، وأنه لا يحتاج إلى أي حارس أو مدافع أو منقذ آخر. كان الرفيق يجعل محمد ينفصل عن العالم الخارجي ويعيش في عالمه الخاص. كان يجعله ينسى دراسته وعمله وحياته. كان يجعله ينسى أهله وبلده ودينه. كان يجعله ينسى نفسه وهويته وشخصيته. كان يجعله يعيش في عالم من الخيال والسحر والرعب. كان يجعله يعيش في عالم من القصص والأسرار والمغامرات. كان الرفيق يهيئ محمد للمرحلة الأخيرة من خطته الشريرة والنهائية. كان يريد أن يستولي على روح محمد ويحوله إلى جزء منه. كان يريد أن يجعله كتاباً سحرياً آخر ينضم إلى مجموعته من الكتب الشريرة والملعونة. كان يريد أن يجعله عبداً وأداة وضحية للأبد. لذلك بدأ الرفيق في تغيير شكله ومضمونه. بدأ في إظهار وجهه الحقيقي الذي كان مرعباً وشريراً. بدأ في إظهار قصصه الحقيقية التي كانت مروعة ومقززة. بدأ في إظهار سحره الحقيقي الذي كان خطيراً ومدمراً. بدأ الرفيق في إخافة محمد وإزعاجه وإذلاله. بدأ في إظهار له صوراً ومشاهد لكل من قتلهم وكيف قتلهم وماذا فعل بهم. بدأ في إظهار له صوراً ومشاهد لكل من أحبهم وفقدهم وكيف نسيهم وماذا فاته منهم. بدأ في إظهار له صوراً ومشاهد لكل من أساء له واستهزأ به وتنمر عليه وكيف انتقم منهم وماذا حصل لهم. بدأ الرفيق في إلحاق الأذى بمحمد وإيذائه وإصابته. بدأ في إطلاق عليه سحراً وجناً وشياطين. بدأ في إطلاق عليه ناراً وسماً وسكاكين. بدأ في إطلاق عليه حوادث وأمراض وانتحارات. بدأ في إطلاق عليه دماء وجثث وأشباح. بدأ الرفيق في إجبار محمد على الاستسلام والخضوع والتسليم. بدأ في إخضاع عقله وإرادته وقلبه. بدأ في إخضاع طاقته وروحه وعقله. بدأ في إخضاع حياته ومصيره ونهايته. وفي ليلة مظلمة وعاصفة حان وقت الحسم. قال الرفيق لمحمد بصوت عال وواضح: يا محمد، حان الوقت لتصبح جزءا مني. حان الوقت لتصبح كتابا سحريا. حان الوقت لتصبح رفيقا للأبد. كل ما عليك فعله هو أن تقول نعم وأن توقع على العقد الذي أمامك. هذا العقد هو عقد بيني وبينك يضمن لك السعادة والنجاح والحب. يضمن لك أن تكون معي إلى الأبد. يضمن لك أن تكون رفيقا للأبد. نظر محمد إلى العقد ورأى أنه مكتوب بالحروف العربية القديمة التي لم يستطع قراءتها. رأى أنه مكتوب بالدماء التي كانت تنزف منه. رأى أنه مكتوب على الجلد الذي كان مقطوعا منه. رأى أنه مكتوب بالسحر الذي كان يحرقه. شعر محمد بالرعب والندم واليأس. شعر بأنه وقع في فخ الرفيق وأنه لا مفر له منه. شعر بأنه خسر كل شيء وأنه لا شيء له. شعر بأنه خان نفسه وأهله وبلده ودينه. شعر بأنه خان الله والحق والخير. حاول محمد أن يرفض العقد وأن يقاوم الرفيق وأن ينجو منه. حاول أن يستعيد عقله وإرادته وقلبه. حاول أن يستعيد طاقته وروحه وعقله. حاول أن يستعيد حياته ومصيره ونهايته. ولكن كل محاولاته كانت عبثية، فقد كان الرفيق أقوى منه وأذكى منه وأشر منه. لم يكن بإمكانه الهرب منه أو الدفاع عن نفسه. لم يكن هناك أحد يساعده أو ينقذه. لم يكن هناك أحد يهتم به أو يشفق عليه. كان وحيدا ومسكينا ومقهورا. وفي النهاية سلم محمد للرفيق وقال نعم ووقع على العقد. وفي تلك اللحظة انتهت حياته وبدأت معاناته.
فقد تحول إلى كتاب سحري يحمل اسمه وصورته، ولكنه كان كتابا شريرا وملعونا، يحمل سحرا وجنا وشياطين. كان كتابا محظورا وممنوعا، يحمل أسرارا وألغازا وأنواعا. كان كتابا مرعبا ومقززا، يحمل دماء وجثثا وأشباح. وأصبح الرفيق سيد محمد ومالكه ومسيطره. أصبح يستخدمه لأغراضه الشريرة والنفسية. أصبح يستغله لتنفيذ مخططاته ومآربه. أصبح يسيطر على عقله وإرادته وقلبه. أصبح محمد عبداً وأداة وضحية للرفيق. أصبح يعاني من كل شر وخطر ومكروه. أصبح يتعرض لكل عدو وحاسد ومتنمر. أصبح يتلقى كل ضرب وشتم وهوان. وفي كل مرة يفتح فيها الرفيق يقول له بصوت ساخر ومستهزئ: هل تحب القصص الرعب يا محمد؟ هل تحب أن تخاف؟ هل تحب أن ترى الدماء والجثث والأشباح؟ هل تحب أن تعيش في عالم مظلم ومرعب؟ ويضحك الرفيق بصوت عال ومزعج ويقول له: أنت الآن جزء من قصة الرعب. أنت الآن تخاف مني. أنت الآن ترى دمك وجثتك وشبحك. أنت الآن تعيش في عالمي المظلم والمرعب. وينتهي الحديث وتنتهي القصة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.